سلام البنات، دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم جيت ندير معكم مسمن ديال الشحمه، كيجي لذيذ، ان شاء الله تجربوه ويعجبكم. الا عجبكم ما تنسونيش البنات باللايك، ديروا لي اللايك البنات باش الفيديو يتشاف ويشوفوه ناس اخرين. شكرا لكم وشكرا للبنات الجداد والقدام، شكرا على الدعم ديالكم. ويلا معايا نشوفوا المقادير ديال هذا المسمن هذا ديال الشحمه. عندي هنايا 3 ديال الجبابن ديال الدقيق الابيض، وعندي جبانيه ديال الفينو، وعندي الملح على حسب الذوق صافي، وعندي الماء الكافي باش كنعجن. ما نديرو شي الماء سخون، نتوما كتعرفوا العجينه ديال المسمن ما كتبغي شي الماء سخون، واخا يكون الجو بارد يكون الماء غير دافي. صافي كنعجنوها هكا، ندلكوها شويه مزيان. انا كنحاول هكا ندلكها شويه صافي، وغادي نديروها في واحد البلاستيكه، وغادي نسدو عليها باش تعطينا الطوع. ضروري يكون الطحين ممتاز باش تجي النتيجه احسن، باش ما كان الطحين زوين كيجي المسمن زوين. صافي انا درتها هنايا هكا في هاد البلاستيكه هادي كما كتشوفوا معايا. عندي هنايا الفلفله صفراء وفلفله حمراء، وعندي الشحمه، عندي البصله، وعندي الربيع، واحد الكميه تكون معقوله ديال القزبر ومعدنوس. والبصله انا طحنتها في الهاشوار. صافي غادي نجيب هنايا العجينه، خليتها ارتاحت. نتوما كتشوفوا الا كترتاح العجينه كتجي احسن، كتعطينا الطوع في الخدمه وما تعذبناش. صافي غادي نديها ونجيبها وغادي نقسمها. هاد المسمن هذا ديال الشحمه في الفران ساهل وتيجي لذيذ، كما كيف ما كتشوفوا معايا. راه حنا ما درنا فيه لا خميره لا والو، ما درتش فيه الخميره، وهكاك وراه تيجي منفوخ مع الفران ومع الحشوه، كيجي منفوخ. نتمنى ان شاء الله تجربوه. انا غادي نستمر هكا نقطع هكا الكريسات، غادي ندير وحده كبيره وحده صغيره، لان غنديروا وحده وسط وحده. غندير القياس اللي درتو كبير غنديرو حتى هو بحالو صغير، وحده كبيره وحده صغيره باش نديرو وحده وسط وحده. صافي كيف ما قلت لكم انا غادي نستمر هكا تنكمل هذوك القطع اللي عندي. وانتم كتشوفوا معايا غندهنهم شويه ديال الزيت ونخليهم شويه يرتاحوا ونرجع معكم. هنا عندي الزيت اللي درت فيه واحد المعلقه كبيره ديال التحميره، وخليته مرقد شويه فيها، هو اللي كنقرص به. نديرو هكا في شي قرعه ونخليوه، ومن بعد ما نجبدوش ديك التحميره اللي كاينه في التحت، كنكبو غير ديك الزويته هكا نتعزل ونديروها. صافي انا كنقرص والحشوه راه هي طابت وبردات. انا ما صورتهاش معكم، ولكن راه تبارك الله كلشي كيعرف يصايب الحشوه. انا وريتكم شنو فيها، ودرتها فوق البوطه حتى نشفات مزيان. صافي ودرت ليها شويه ديال التحميره، شويه البزار، الكمون، شويه ديال السودانيه، طبعا شويه ديال الزيت ما نكثروش لان مسمن فيه الشحمه. صافي كنبدا ندير هكا في الوسط وتنبدا نسد عليها. غادي نجيبو هذيك الثانيه، هذيك اللي قرصنا صغيره،
غادي نجيبوها غادي نطلقوها ونديرو هذه وسط منها. كيف ما كتشوفوا معايا راه واخا تقطع لكم معليش ماشي مشكل، انا كاينه واحده وسط وحده معليش. نحاولوا نرقوه كما كتشوفوا معايا. هذوك الطويات كنديروهم في التحت صافي، ونبداو نستمروا هكا حتى نكملوا. كما كتشوفوا معايا ندير هكا ونستف الطاوه اللي غتدخل الفرن. انا مفرشه ليها ورق ديال الطبخ باش ما تلصقش لينا. في هذه الاثناء انا شعلت دابا الفرن باش يسخن صافي. غادي نستمر هكا حتى نكمل ونرجع معكم. باش ما رققتوها البنات يجي زوين. ما تنسونيش البنات باللايك، ديروا لي لايك البنات باش يتشاف الفيديو يشوفوه ناس اخرين. شكرا لكم البنات، شكرا على الدعم ديالكم. انتم كما كتشوفوا معايا انا عمرت هنا الطاوه، ضروري نقرصوا شويه راه كيتنفخ. انا ما دهنتهم ما والو، الا بغيتو تدهنوهم بشويه ديال الزيت هكا من الفوق دهنوهم، انا ما دهنتهمش اولا بالبيض ولا. انا ما دهنتش، كنغسل غير يديا هكا في هذاك الزيت صافي ونقرص شويه. غير قرصوهم شي شويه البنات راه ما كيطلعوا، واخا ما فيهمش الخميره راه كيطلعوا، ما فيهم الحشوه في الوسط كيطلعوا. صافي غادي ندخلهم للفرن ونرجع معكم. هانتوما شوفوا البنات هما شوفوا كيفاش جاو. نتمنى ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم، كيجيو لذاذ هكا في هذا البرد هذا وكويس ديالاتاي وبصحه والراحه. الى فيديو قادم ان شاء الله.